بينا نعمل احلى رز بالشعريه هتاكليه في حياتك. معايا 4 كوبايات رز، كوبايتين شعريه، ملح ومكعبين مرقه والسمنه. بينا نشوف الطريقه. معايا حله على النار نزلت فيها بالسمنه تسخن، وانزل فيها كوبايتين الشعريه. وهنا بشوح الشعريه بتاعتي. جربي كده تحطي نص مقدار الرز شعريه، هتاكلي احلى رز بالشعريه في حياتك. الشعريه بتاعتي قربت تاخد لون، هوطي عليها واروح اغسل الرز بتاعي. وده شكل الشعريه بتاعتي بعد ما اتحمرت. وتاني حاجه هتديكي طعم مميز للرز بتاعك هما مكعبين مرقه. ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي خضار، انا بحط مكعبين فراخ يفكوا. ننزل بالرز بتاعنا. بينا ننزل بالرز بتاعنا. شوح كويس لحد ما يتغلب في السمنه. وده شكل الرز بعد ما شوحناه كويس وسخن في السمنه. بينا ننزل بمقدار الميه. بسم الله. وده شكل الرز بعد ما ظبطت له الميه وحطيت له رشه ملح صغيره لان حاطه مكعبات مرقه. هسيبه يغلي واوطي عليه بعد شويه. وده شكل الرز بتاعنا. اول ما اتشرب اديله تقليبه، اتاكد ان مفيش حاجه فيه لازقه. اوطي عليه واسيبه تلت ساعه على نار هاديه. ده الرز بتاعي بعد ما عدى عليه تلت ساعه استوى. شايفين مفلفل ازاي وريحته تجنن. يلا نكمل مع بعض. شايفين معانا؟ بصوا الرز مفيهوش اي حاجه لازقه خالص ومفلفل وجميل. وده الشكل النهائي لاكلتنا النهارده. ادي الرز بسله، حطيت معاه شويه سلطه بلدي، ممكن تحطي مخلل، بتنجان مخلل، براحتك اللي تحبيه. ده شكل اكلنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. مع السلامه.